السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. معاكم صافي من قناه سندريلا هوم، واهلا وسهلا بيكم. النهارده هعمل معاكم روتين كده عندي في البلكونه، اول تنظيفات العيد. كل سنه وانتم طيبين. انا ليه غيرت المحتوى او ليه هغيره؟ هنزل شويه انا مكان الفيديوهات اللي كنت بنزلها، هقول لكم كل حاجه بالفيديو. اتفرجوا على الفيديو للاخر هتعرفوا كل حاجه. خلونا الاول نعرف احنا هنعمل ايه النهارده وايه الروتين اللي انا هعمله. انا النهارده هبتدي بالبلكونه بره، هنضفها تنظيف عميق جدا وهفرشها علشان خاطر دي تنظيفات العيد. كل سنه وانتم طيبين. ببدأ بالبلكونات الاول علشان خاطر البلكونه انا بستعملها كتير جدا في ان انا اخرج حاجات تتهوى، اخرج المخدات. كمان عندي غسيل بطاطين، فلما اكون منضفاه تنظيف كويس جدا وفرشه النجيله فيها، فانا لو اي حاجه يعني وقعت مني على الارض كده فابقى ضامنه ان هي ما اتبهدلتش. تاني حاجه ان البلكونات دائما بيبقى فيها التراب اكتر حاجه، تنفيض شبابيك الارض الكلام ده كله، علشان ما تدخلش على الشقه جوه بعد ما ننضفها وتكون خلاص يعني حاجه واتشالت من على دماغي. ولو خرجت البلكونه، انا بخرج كتير البلكونه وانا بنضف البيت عامه، ببقى مثلا بنشر حاجه، غسل حاجه وبحطها، هغسل بطاطين، ههوي المخدات، في حاجات كتيره جدا محتاجه ان هي تتشمس وتتهوى. ابقى ضامنه ان انا مخرجه الحاجه على نظافه، ما بقاش شايله الهم ان حاجتي هتتبهدل بره في البلكونه. فببدأ دائما بالبلكونات، اعمل لها تنظيف عميقه من شبابيك لحوائط لارضيات سور البلكونه، كل حاجه بمسكها ألمعها واخليها زي الفل. وبعد كده ابتدي ادخل جوه. فدي البلكونه بتاعت الدور اللي فوق. البيت بتاعي دورين، شقتي دورين دوبلكس، فانا ابتديت من فوق. دي الشقه اللي فوق دلوقتي انا هبتدي بيها لاني انا غسلت السجاد كله. انا عماله في الفيديوهات بتاعتي اقول لكم اعملوا حاجه حاجه وغرفه غرفه ومكان مكان، ما تكركبوش الدنيا على نفسكم. بس للاسف انا وقعت في المشكله دي. انا كنت بغسل السجاد بتاعي دايما على الناشف، بس المرة دي حسيت لا، هو عايز فعلا يتغسل غسلة قوية، غسلة من الغسلة اللي هي بقى رش مية واريال ودعك كويس كده. لاني جيت اجربه على الناشف ونشرته، حصل عندنا عاصفة ترابية من كام يوم، فالسجاد كله لقيته صفر. لقيته انا نمت وحطيته من بالليل، طبعا غسلته على الناشف وحطيته من بالليل، قلت عشان اقوم الصبح المه وياخد الشمس بتاعت الصبح دي والمه وخلاص وابتدي بقى افرش مكان مكان. بس لقيت في عاصفة ترابية جت بالليل، عاصفة رملية مش ترابية، فلقيت السجاد اتملى رمل وبقى لونه اصفر. بصراحة اتضايقت جدا لاني كنت تعبت فيه، خد مني وقت ومجهود جامد. ولما قمت لقيت المنظر ده وانا السجاد بتاعي كله ابيض، فزعلت جدا. قلت لا، هو مش هينفع اعمله تاني على الناشف لان الرمل طبع فيه بقى فعلا بقى لونه اصفر. فاضطريت ان انا اغسله تاني واغسله غسل كامل. فغسلته كله ولميت النجيلة من البلكونتين غسلتهم، وغسلت السجاد كامل ونشرته في البلكونتين فوق وتحت. بس مرضتش اصور معاكم طبعا المعمعة بتاعت غسيل السجاد دي لان انا كنت واخده راحتي قوي في الموضوع ده، وما حبيتش بقى لا البس الزال ولا طرحه وكده، وحبيت ان انا انجز. التصوير بياخد وقت مني بصراحه، فحسيت ان انا لا، انا عايزه انجز سجاد شقتين كتير جدا، اكتر من 25 سجاده بصراحه. اتفحت يعني. فالمهم ان انا قلت ايه، خلاص اغسله. وفعلا بالفعل غسلته لوحدي والله وطلع عيني فيه. وبعد كده لميته وقلت ان انا هبدأ بقى من بره لجوه، يعني هاخد البلكونات وبعد كده هبدأ بالغرف اللي ناحية جوه وانا طالعة كده على الشارع. نضفت بقى البلكونة، مسحت السور، مسكت الشبابيك الاول لمعتها، وبعدين دعكتها بفرشة بإريال، بس مش عارفة المقطع ده راح فين. وبعدين بشطفها دلوقتي بالمية زي ما انتم شايفين. بصراحة هو غلط على الخشب ان احنا نغسله بالمية، بس انا مش بعمل كده كتير. انا بعمل كده بس في الاعياد او المناسبات او المواسم، اللي هو الترويق الموسمي بين الصيف والشتاء. بعد ما بغسله بمسك حتة برضو ناشفة واقوم مسحة المية خالص، علشان الخشب ما يشربش مية قوي او تحس ان هو ريح او الشباك مش بقى بيتقفل. ده وارد يحصل لان انا مجربة الموضوع ده قبل كده وبوظت شبابيك شقتي القديمة بسبب الغسيل. بس انا ما بعرفش اعمل غير كده، يعني تنظيف عميق بالنسبة لي يعني غسيل كل حاجة. فانا بغسل دلوقتي الشبابيك زي ما انتم شايفين، وبعدين هبتدي انشفها قماشة كده، هنشف المية اللي عليها كلها بحيث ينشف بسرعة. تعالوا بقى للسؤال المهم، انا ليه غيرت المحتوى او ليه رجعت اصور تاني وانزل فيديوهات تاني؟ انا
عندي مشكلة في القناة دي القناة الكبيرة بتاعتي اللي هي سندريلا هوم. انتوا عارفين ان المحتوى بتاعي هو محتوى من حول العالم كده، بنشوف ديكورات وبنشوف روتينات لسيدات من حول العالم. بيجي عليا وقت وبكسل احط صوت او تعليق بصوتي على الفيديو، فبنزل الفيديو احط عليه ميوزك او صوت عصافير او whatever، يعني بحط عليه ايه بس بدون تعليق. اليوتيوب الفترة الأخيرة مضايق الدنيا قوي على الناس اللي بتحط محتوى معاد استخدامه. طبعا انتوا عارفين ان الفيديوهات دي مجمعة من على مواقع تانية، وبنجيبها نجمعها ونعمل منها قصة كده ونعمل لكم فيديو جميل مريح نفسيا، بتبقى مقاطع حلوة قوي مجمعة، وكمان بتبقى يعني احلى مقاطع مجمعة، يعني بنختار ليكم احلى مقاطع مجمعة بحيث تشوفوا الفيديو كده ترتاحوا نفسيا وتحبوا تتفرجوا عليه. اليوتيوب مضايق الدنيا شوية وللأسف عمل لي مشكلة في قناتي، والحل ان انا انزل محتوى حصري بتاعي، لازم انا اللي اصوره علشان خاطر القناة ترجع كويسة تاني واقدر ان انا يعني يكون في عائد منها. لو تفتكروا من فترة انا كنت بصور برضو فرش بيتي وتنظيفات وكده، وكنت اهتميت شوية ونزلتلكوا روتينات وتنظيفات واهتميت شوية، وبعد كده رجعت تاني كسلت ان انا اصور، لان التصوير بجد بياخد مجهود جامد جدا، وعلى ما نظبط زوايا التصوير ونمنتج الفيديو ونقطع حاجات كتير. يعني الفيديو اللي قدامكم ده كان ممكن يكون ساعة، انا قطعت منه كتير قوي لحد ما بقى 12 دقيقة. بياخد فعلا مجهود كبير جدا على ان احنا نمنتجه، كمان اعلق عليه وتصوير، يعني شغل. فكنت ساعات بكسل، خصوصا ان مش ده اصلا التارجت بتاعي او هدفي من القناة ان انا انزل روتيناتي. انا كان الهدف بتاعي ان انا انزل محتوى جميل، نشوف كل ما هو جميل يخص المرأة، افكار ديكورات جديدة وحديثة، فما كانش خالص ده هدفي. لكن لما القناة يعني حصل فيها مشاكل في الفترة الأخيرة، انتوا لو تلاحظوا ان انا اكتف معاكم بقالي فترة وقلت ايه ان انا هنزل فيديوهات بصوتي وتعليق وكده، بس برضو ريتش القناة مش عاجبني، وكمان حصل مشاكل اصلا بالنسبة لإدارة يوتيوب وكده في القناة نفسها. انا معاكم شوية هتستحملوني شوية، وانتوا اللي هتقرروا بعد كده انا هكمل معاكم عاجبكم كده ولا ارجع تاني لمحتوايا. المحتوى اللي انا كنت بنزله هيبقى على القناة التانية، في قناة تانية اسمها سندريلا هوم، برضو سندريلا هوم 2، هنزل عليها نفس المحتوى اللي انا كنت بنزله هنا ولكن بصوتي. انا مش هغلط نفس الغلطة، هعلق على كل الفيديوهات ان شاء الله وهنزلها هناك. فاللي حابب المحتوى التاني هيلاقيه على القناة التانية. المحتوى بتاعي انا معلش استحملوني، هيبقى هنا على قناتي دي، على بال ما نرجع القناة تاني تقف على رجليها وترجع تاني ريتش القناة يبقى كويس. وكمان يعني اشترك في برنامج شركاء يوتيوب تاني، لان انا خرجوني منه، انا دلوقتي القناة ما عادش منها عائد خالص. فانا هنزل معاكم الفيديوهات دي ليكوا انتوا، مش عشان اي حاجة، بس دي الحكاية. عايزة بقى اعرف رأيكم في الفيديو، واعرف انتوا حابين نوعيات الفيديوهات دي ولا انا تقيلة عليكم، حابين ان انا فعلا اصور معاكم تنظيفاتي وروتيناتي وكده، لان انتوا هتشوفوا معايا الفترة اللي جاية مطحنة في البيت. انا ما شاء الله لا قوة الا بالله، عندي شقتين وشقة كمان في بيت العيلة بروح برضو انضفها، مش عارفة ممكن اروح معاكم ننضفها مع بعض ولا لا. وكمان مضطرة ان انا اسافر اسكندرية اعمل تنظيفة لشقة اسكندرية كمان. فانا قدامي دلوقتي 4 شقق، اطلع كل اللي فيهم وارجع اللي فيهم تاني على نظافة. فان شاء الله انتوا معايا شوية، وادعوا كده ان ربنا يكرمني تاني والقناة بتاعتي تكبر تاني بيكم وبتعليقاتكم الجميلة. وانا ببقى سعيدة جدا بتعليقاتكم، وببقى سعيدة قوي وانتوا بتقولولي كلام حلو، ميرسي ليكوا جدا. نرجع بقى للفيديو. شوفوا انا هنا نضفت البلكونه كويس جدا، ومسحت الحيطان بالميه، لمعتها ولمعت السور، وغسلت الشبابيك ومسحت الارضيات بمسحها دلوقتي، وهبتدي ان انا افرش النجيله. معذرة بقى على الإسدال بتاعي اللي غرق ميه، بس هو التنظيف العميق كده. انا احترت كتير البس معاكم ايه. لبست الاول طقم خروج، وبعدين حسيت نفسي ايه عامله زي مديرة المنزل كده، وانا هنضف ببنطلون وبلوزة يا جماعه التنظيف ده عايز اريحيه، عايز حاجه واسعه كده.
فملقتش غير الإسدال ده هو اللي واسع عندي. انا اكتشفت ان انا ما عنديش لبس بيت واسع اقدر ان انا اطلع معاكم بيه، يعني عباياتي كلها قطن مش تنفع خالص للتصوير. مفيش غير اللبس اللي بخرج فيه هو اللي ينفع اظهر بيه قدامكم، وبصراحة يعني مستخسراه في التنظيف وانه يتبهدل، لان انا اللبس بتاعي غالي وكده، فما برضاش ان انا ابهدله في المية والتنظيف والتراب وكده. فقلت ان انا هلبس الإسدال ده ونخلي البساط احمدي بقى، واستحملوني وانتوا هتشوفوا الإسدال ده معايا كتير اوي لان هو اوسع حاجة عندي. قلت يلا بقى هو الإسدال وانتوا اخواتي واكيد انتوا فاهمين ان في لبس تاني احلى، بس احنا بننضف بقى يا جماعة خلاص. كتير فكرت والله وقلت يعني العالم بيتفرج، يعني مثلي بلدك واطلعي لابسة كويس. بس بصراحة لقيت يعني كلاسيك قوي ان انا اطلع انضف باللبس خروج، صح؟ حسيت ان الاسدال كده ايه هيحسسكوا ان احنا مننا فيكوا، يعني مننا في بعضينا كده. المهم ان انا هنا خلصت بقى وبفرش النجيلة زي ما انتوا شايفين، دي كانت اخر حاجة. النجيلة طبعا عايزة تتقص، فانا قلت للناس بقالي سنين بقول يا جماعة قصوا النجيلة، ولا حياة لمن تنادي. يعني جيت اجرب حتة كده واقصها، لعبت فيها البخت، يعني ما عنديش اتزان خالص. فقلت لا اخليها زي ما هي، وان شاء الله ربنا يكرم الناس اللي معانا ويقصوا النجيلة. كده الفيديو اهو خلص، وبوريكم بقى الفاينل بتاع البلكونة. نضفتها وفرشتها، ان شاء الله بقى نستعد كده لغسيل البطاطين. هنا كان المغرب اذن فاضطريت ان انا اعيد النور، لان انا بخلص كل اللي ورايا وطبيخه كله، وببتدي التنظيف العميق ده ما ببدأش بيه خالص. على ما اخلص بيبقى ورايا التزامات تانية ومهام تانية لازم اخلصها. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا سعدتوا بلقائي يعني النهاردة واستمتعتوا بالفيديو واتنشطتوا كمان. واللي حابة تبدأ معايا وخطوة بخطوة كده في التنظيف، ان شاء الله المرة دي هنستقيم كده وهنعمل الشقة كلها مع بعض. أعزائي المشاهدين والمستمعين، كده هقول لكم أسيبكم في رعاية الله وأمنه، وأشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.